يتقدم ميسي ويحولها إلى شافي. شافي نقلها أيضا إلى ميسي. ميسي ممكن جول. جول أول في المباراة، متبادلة ما بين شافي وميسي، وميسي يواصل التألق، وبالتالي ميسي يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة برشلونة. احتاج ميسي إلى 32 دقيقة على أساس أنه يولع الكلاسيكو، يحل الكلاسيكو الآن، خذ الكلاسيكو مغاير الآن، والسبب في ذلك ميسي اللي يحتفل الآن بتسجيله للهدف الأول في المباراة. ما سجل كريستيانو رونالدو، ولكن اللي سجل هو ميسي. من يوقف ميسي؟ ما يوقف ميسي إلا اللي خلقه، ما يوقفه إلا اللي خلقه. نعم الكرة مباشرة متبادلة، لكن وين مدافعي ريال مدريد في اللقطة السابقة؟ يمر هو بكل الأشكال، يمر بكل الأشكال بطريقة بلاي ستيشن على حد تعبير السيد أرسن فينجر مدرب الأرسنال. لا زال الفتى الأرجنتيني يخفى، ولكن عاجز عن تسجيله ولو هدف واحد. طبعا الريال خسر في المباراة السابقة. الله برشلونة والجول الثاني. نعم يتقدم بيدرو في كل زمان وفي كل ملعب وفي كل مباراة وفي كل البطولات. يتقدم بيدرو ويسجل اسمه في الكلاسيكو، وبالتالي بيدرو يسجل الهدف الثاني، يخطف الهدف الثاني في سانتياغو برنابو، يسجل في كل مكان في كل البطولات، أخيرا في الكلاسيكو. لكن لاحظ الرائع شافي، لاحظ الرائع شافي يتقدم ويصنع الهدف الثاني. عندك لاعب من فصيلة شافي ومن فصيلة بيدرو، وبالتالي بيدرو يسجل الهدف الآن، الهدف الثاني لمصلحة برشلونة، مو في الكامبانو ولكنه في سانتياغو برنابو. بالقدم اليسرى يتقدم مباشرة بيدرو ويحتفل فيكتور فالديز، وبالتالي صارت 2-0. والموضوع الآن برشلونة في سانتياغو.